السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة ان شاء الله حاجة حلوة كده عشان الشتاء. هستخدم خيط برنسيس ستار كلاسيك. هستخدم معاها ابرة رقم 3.5. نبدأ بسم الله. اول حاجة هنعملها هشتغل عقدة بداية وبعدين هعمل 10 سلاسل. بعد ما اشتغل 10 سلاسل هرتفع كمان سلسلة، هيبقى معايا 11 سلسلة. هسيب السلسلة اللي ارتفعتها في الاخر وهشتغل على باقي السلاسل اللي هم ال10 غرز حشو. هشتغل 10 غرزة حشو على ال10 سلاسل اللي اشتغلتهم في الاول. اشتغلت 10 غرزة حشو، هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل كمان 10 غرزة حشو بس في اللفة الخلفية للسلسلة او للغرزة زي ما انت شايفة كده بالظبط. يعني هشتغل في ناحية واحدة من الناحيتين بتوع حرف الفي اللي هو بتاع الغرزة. عشان تتأكدي ان العدد بتاعك مظبوط، كل ما تخلصي دور تروحي عداه. اذا طلع اقل او اكتر من 10 غرز يبقى انت عندك غلطة في الشغل بتاعك. بخلص السطر وبشتغل سلسلة ارتفاع. السلسلة الارتفاع دي مش بنشتغل فيها، بنبدأ من اول السطر. حاولي تخلي ايدك متوازنة، يعني مش ترخي الخيط شوية وتشدي شوية، لا، عشان يبقى الشغل متساوي. هشتغل بنفس النمط كده 27 سطر. اشتغلت 27 سطر، بعدين هلف واضم الشغل كده عشان اقفل بقى، وهشتغل غرز منزلقة هقفل بيها الجنبين مع بعض. هشتغل برضو في ناحية واحدة من فرعتين السلسلة او الغرزة على الناحية التانية، كل غرزة قصاد التانية 10 قصاد 10، وهشتغل بيهم منزلقة زي ما انت شايفة كده بالظبط. طبعا بنحاول ناخد طرف الخيط الاولاني خالص معانا عشان ننضفه اول باول، مرة تحت الابرة ومرة فوق الابرة، عشان بس ايه، دي مش غرزة حشو عشان ناخده تحتها. لازم تحطي كل غرزة قصاد التانية عشان لما تقفليهم يبقوا متساويين بنفس الطريقة كده. نخلي شغلنا كله منزلقة في كل الغرز. وصلت دلوقتي لاخر واحدة وارتفعت سلسلة تحت بقى الشغل معايا، وهبدأ اشتغل غرز حشو على الصف كله. هبدأ في اول واحدة غرزة حشو، هشتغل على كل سطر غرزة. انا عندي 27 سطر، هشتغل 27 غرزة حشو على كل سطر غرزة حشو واحدة، مفيش اي تزايد.
هكمل السطر كله كده. يبقى انا عملت اطار من غرز الحشو على الصفوف ال27 اللي انا عاملاهم. هقفل اخر السطر بمنزلقة وهبدأ بقى اشتغل نمط القفاز بتاعي. هقص الاول طرف الخيط اللي ظاهر ده وبعدين هبدأ هنشتغل بغرزة الباف الجوانتي كله، بس مش هعملها 3 أو 4 لفات على الإبرة في السنبولة الواحدة من الفرقتين، لأ هشتغل لفتين بس على الإبرة في نفس الغرزة. يعني أنا خلاص قفلت السطر اللي تحت بمنزلقة، بعدين لفيت لفتين على الإبرة ودخلت سحبت خيط وعملت وقفلتهم بسلسلة، وبعدين لفيت كمان لفتين واشتغلت في نفس الغرزة، وبعدين هسيب غرزتين وهشتغل في الغرزة التالتة برضو غرزة باف ونقفلهم، وبعدين نشتغل كمان لفتين في نفس الغرزة، لفتين اتنين بس عشان يبقى ما يبقاش تخين قوي، يعني يبقى متوسط كده، سمكه يبقى متوسط والخيط نفسه صوف يعني ملمسه حلو. مجموع غرز الباف اللي معايا دي بعد ما اقفل السطر هيبقى عندي 10 سنابل او 10 حرف في او 10 شكل قلب. كل مرة هسيب غرزتين واشتغل في الغرزة التالتة. نحاول ما نشدش الخيط جامد عشان يديني شكل الفي المظبوط اللي انا عايزاه. هنخلص السطر كله. دي اخر غرزة معايا. هشتغل كده اخر غرزة وهقفل بمنزلقة في اول فراغ بين الغرزة بتاعة الباف دي، يعني بين القلب كده بين السنبولتين، وبرضو هرتفع وهعمل لفتين على الإبرة عشان اعمل تاني غرزة باف جوه غرزة الباف التحتانية، يعني هتبقى قلوب جوه بعضها او سنابل جوه بعضها
او حرف في جوا بعضه. مش هنسيب طبعا اي حاجة، الفراغ هو تحت بعضه والسنابل تحت بعضيها. هو سهل جدا زي ما انتوا شايفين بالظبط، بس محتاج تركيز بس عشان عدد الغرز وعشان الشكل النهائي بتاعه. دلوقتي انا هكمل السطر وهشتغل زي الجوانتي اللي قبل كده، الفردة يعني بتاعته. هشتغل 6 سطور لغاية الصباع الكبير، وبعدين هسيب فتحة للصباع الكبير واشتغل كمان 5 سطور عشان باقي الصوابع. اشتغلت كده ال6 سطور اللي من تحت. المفروض ان انا هنا هسيب فتحة للصباع الكبير، بس هسيبها ازاي بقى؟ وصلت دلوقتي لبداية السطر الجديد، هشتغل زي ما انا عادي جدا، وبعدين اول ما اخلص لغاية قبل السطر بسنبلتين هقفل بقى على اول غرزة باف انا عملتها. يعني مش هشتغل على السطر كله، هشتغل على 8 غرز بس، وهسيب الغرزتين الباقيين. احنا كده وصلنا لنهاية ال8 غرز اللي عندنا، وبصوا بقفل ازاي. سبت كده غرزتين وهقفل زي ما بقفل بالظبط في السطر العادي. شايفين؟ قفلت بمنزلقة وطلعت بسلسلة، وبعدين اشتغلت غرزة باف فوق اول غرزة باف عندي. هشتغل بنفس النمط كده 5 سطور. خلص ال5 سطور زي ما انت شايفة. هشتغل بقى، قفلت كده السطر الاخير هقفله بمنزلقة، وبعدين هبدأ اشتغل كإطار. يعني هشتغل غرز حشو على كل الغرز اللي قدام. هبدأ بالفراغ اللي جوه السنبلة غرزة حشو واحدة، وفي الفراغ الكبير ده هشتغل غرزتين. يعني كل فراغ كبير هشتغل فيه غرزتين، والفراغ اللي بين السنبلة نفسها هشتغل فيه غرزة حشو واحدة.
اتمنى من اللي بيشوفني لاول مره ان هو يتابعني على الصفحه عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديده بتاعتنا. يا رب الفيديو يعجبكم والفكره بتاعت الجوانت تعجبكم وتنفذوها. هي سهله جدا زي ما انتوا شايفين. الجوانت ده بيدفي جدا والله، حتى الشكل العام بتاعه شيك جدا وانيق كده، حاجه فخمه يعني. خلاص كده خلصت السطر. هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو عملتها، هسحب كمان منزلقة في الغرزة اللي بعديها، وبعدين هقص الخيط وهبتدي بقى انضف الخيوط اللي عندي. خلاص كده خلصت ونضفته. شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ الشكل العام بتاعه رائع جدا. يا رب اللي ينفذ الفكرة ان شاء الله يقول لنا بقى ايه رأيه فيها. طبعا الالوان بتاعتك انت، بس انا عاجبني جدا اللون ده.